يعني الحليب المبستر اللي بيقعد صلاحيته فترات طويله جدا هيبقى احسن من الحليب البلدي اللي احنا بنجيبه ونغليه ونستخدمه على طول؟ لا، لحظه واحده. هنا في معلومه مهمه جدا ناخد بالنا منها. الحليب المبستر صلاحيته لمده من 5 ل 7 ايام بس، ولازم يتحط جوه الثلاجه. لو اتفتح صلاحيته بتبقى 3 ايام فقط. لكن اللي بيقعد فترات طويله بالشهور ده مش حليب مبستر، ده الحليب المعقم اللي هو بيبقى طويل الاجل. ده معناه ان مش كل حليب معلب هو مبستر؟ لا طبعا. الحليب المعلب حاجه من اتنين، يا حليب مبستر يا حليب معقم. الفرق بينهم ايه؟ الحليب المبستر يعني خضع لعمليه البستره، ودي عمليه بيتم فيها تسخين الحليب لدرجه حراره توصل 72 درجه لعده ثواني، وبعدين يتم تبريده بشكل مفاجئ. العمليه دي بتقضي على كميه كبيره جدا من الميكروبات، وفي نفس الوقت بتحافظ على القيمه الغذائيه بتاعه الحليب ما بتتاثرش. اما الحليب المعقم اللي هو طويل الاجل فده بيخضع لعمليه تسخين شديده جدا، معالجه حراريه عاليه عند درجه حراره ممكن توصل ل 135 درجه، وبعد كده بيتبرد بشكل مفاجئ. العمليه دي بتقضي تقريبا على كل الميكروبات الموجوده فيه بشكل كامل، لكن بتاثر على القيمه الغذائيه. طب انا هستفيد ايه في الحاله دي؟ هستفيد ان عندي حليب صالح لمده شهور طويله ممكن توصل 9 شهور، هيحتمل انه يقعد بره الثلاجه بالشهور دي كلها، فهينفعني في الظروف لو مثلا الكهرباء بتقطع كتير، لو محتاجه اخزنه فترات طويله، او لو هسافر بيه. لكن في حاله انه اتفتح فاصبح كده لازم يتحط في الثلاجه ومده 5 ايام فقط اقصى حاجه. طيب هل الحليب المبستر والمعقم معنى ان هم معلبين ان عليهم مواد حافظه؟ الاجابه طبعا لا. ممنوع وغير مسموح نهائيا باضافه المواد الحافظه للحليب المبستر او المعقم. طب ايه الفرق بينهم وبين الحليب البلدي اللي بنغليه؟ المشكله بتحصل ان احنا ما بنعرفش نغلي الحليب البلدي غالبا بالطريقه الصح. الحليب عشان نغليه لازم من اول ما بنحطه على النار نستمر في تقليبه على طول لحد اخر لحظه. عمليه التقليب دي مهمه جدا لان هي دي اللي هتقضي على الميكروبات. الميكروبات لو ما بقلبش الحليب هتغلف نفسها وتامن نفسها من الحراره ومش هتتاثر. كمان الغليان بيقلل من القيمه الغذائيه للحليب وبيساعد ان البروتين بيترسب على الحواف. دلوقتي قدامكم اختيارات كل انواع اللبن، قولوا لنا ايه النوع اللي بتفضلوه وايه اكتر نوع شايفين ان هو احسن وامن بالنسبه لكم. خليكم في السن.